في نقطة مهمة جدا ليها علاقة بالبراندنج وتأسيس البيزنس الخاص بيك، وده فخ كارثي. أنا كنت منزل ستوري بتكلم فيها عن النقطة دي، إن في حد كان بيسألني عليها. ده فخ كارثي، ده فخ مش طبيعي. وهنا أنا كلامي بستهدف بيه الناس اللي هم معاهم رأس مال معين، فراحوا هم ضاخين رأس المال، فهو خلاص هو مش معاه حاجة تغطيه، هو مش معاه غطاء مادي. يعني زي مثلا لو أنت معاك 40,000 رحت مؤسس أو بادئ البيزنس بتاعك ب 20 ومعاك 20، فأنت الكلام ده لا ينطبق عليك، لأن ال 20 دي هتغطيك في النقاط اللي انا هتكلم عليها. ولكن انا كلامي بستهدف بيه اكتر الناس اللي هو معاه 20 معاه 40، راح حاططها كلها يا باشا في التاسيس وفي التصنيع، وراح داخل بتقله بالفلوس كلها. ما تخليش ايدك تفرط منك وعقلك يسوحك في موضوع الهدايا والخصومات في الاول. تمام. اي حاجه انت بتفكر فيها كبزنس الهدف منها انك تكسب، ولو كان تفكيرك غير كده يبقى انت يعني لا، في حاجه مش مظبوطه، لازم تعيد حسابك. تفكيرك في اي حاجه ليها علاقه بالبزنس عشان تكسب وعشان تعمل ارباح. تمام. فما ينفعش ايدك تفرط، لان دي برضو اخطاء انا وقعت فيها، ان ايدي فرطت بشكل كبير جدا في كنت بفرح بالريفيوهات. تمام. اللي بتجي لي بناء على الهدايا او العروض الكبيره اللي انا بعملها. بس لما جيت ابص في المجمل على مدار 6 شهور مثلا، لقيت ان في خساره. ليه؟ الموضوع الريفيو او الريفيوهات، انت بتبقى عايز ريفيو تاني غيره. عملت طلعت هديه فالناس كانت مبسوطه فعايز تطلع. فالموضوع بيبقى فيه حته ادمان كده وايدك بتفرط، والموضوع بيبقى بايخ. وبتيجي تبص تقول هو انا يعني نفسي اتقطع وشغال وطالع عيني ومتمرمط. اديلي مثلا 6 شهور ومفيش مكسب حقيقي انا ماسكه في ايدي، ده لو ما كانش فيه خساره، يعني ده لو ما كانش فيه خساره سواء تعادل او خساره، بس هو في الاخر انا مفيش مكسب ماسكه في ايدي. ده ليه؟ طب ده انا ببيع، يعني بحط هامش ربح كويس، ده ليه؟ لان ايدك بتفرط في الهدايا وفي العروض.